الغرفة 207، حيث جو من السسبنس والغموض ورعب من شعور مش مشاهد دموية. لو عايزين تعرفوا القصة استنوني بعد الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب من الآخر يرحب بكم، أنا مروة خالد ويلا نبدأ. الفترة دي بيتعرض مسلسل الغرفة 207 على شاهد، ولو لسه ما تعرفش المسلسل ده مقتبس من رواية حكايات الغرفة 207 للعراب أحمد خالد توفيق. والنهاردة أنا مش جاية أقارن ولا أقول رأيي، النهاردة هحكي كعادتي، هحكي الأصل الرواية. بس قبل ما نبدأ حابة أسألكم سؤال، لو في عمل روائي قرأتوه حابين يكون مسلسل، عمركم فكرتوا يكون إيه؟ ولا لكم كفاية مقدمات؟ تعالوا نبدأ. انا قلت لكم كفايه مقدمات، بس هبدا بمقدمه الكتاب واللي فيها العراب بيوعدنا بتيمه وتركيبه مختلفه تماما لقصص الرعب، وانا بشوفها انها قصه مثيره جدا. قصص الرعب اللي بتحصل في غرف الفنادق اللي هي اصلا بيعدي عليها اشكال وانواع من الناس وبيحصل فيها قصص غريبه، فانا بشوفها ان هي فعلا فكره تستحق ان احنا نكتب عليها قصص وروايات كتير. وطبعا ما فيش كاتب رعب الا واستخدم فكره غرف الفنادق المسكونه، علشان كده كاتبنا قدام تحدي كبير ان هو يستخدم تيمه مختلفه خالص ما تحسسناش ان احنا بنقرا حاجه مكرره. طب هل استخدم فعلا تيمه مختلفه؟ هنجاوب على السؤال ده بس في الاخر. بطل قصتنا هو جمال الصواف، واللي بيقول ان غرفه 207 دي غرفه مش طبيعيه، وكتير من الناس بياكدوا على كلامه ده، سواء مصطفى عامل اسانسير او عم مينا. موضوع الاوضه ده اتكلموا فيه كتير، وده خلى الخواجه مايكل صاحب الفندق يحذرهم من الكلام في الموضوع ده تاني، وعدى ناس ومشي ناس من الفندق، بس لسه جمال موجود في الفندق. وفي الوقت اللي بيحكي لنا فيه قصته دلوقتي كان قرب من سن ال70. بس تعالوا نرجع لأول مرة دخل فيها جمال الفندق، وده كان سنة 1967. كان لسه شاب فرع الطول، في بعض من الوسامة، وكان كمان مثقف جدا وبيعرف لغات، واستلم شغله عادي جدا في الاستقبال. وفي يوم هو بيشتغل كيوم عادي جدا، جت بنت شابة جميلة اسمها شيرين محمود، مصمم الديكور. شيرين في كلامها كانت بتقول ان هي وحيدة تماما. بعد كده مضت على استلام غرفة 207 وطلعت. في منتصف الليل طلع جمال الدور اللي موجودة فيه غرفة 207، ولقي الباب موارب. لما قرب من الباب شاف الشباك مفتوح اللي تقدر منه تشوف البحر، ودي كانت ميزة مميزة لغرفة 207، انك تشوف البحر بكل وضوح. وهنا بدأت تحصل لجمال حاجات غريبة، بدأ يشوف الأوضة كأنها ميدان مليان أمطار ونيران وغابات وديناصورات وكل حاجة. كمان شاف والده اللي مات من 10 سنين، واللي كلمه وقال له بصوت مبحوح، طبعا صوت مبحوح عشان مات بقاله فترة وقال له انت متغطرس وجاي هنا من اجل فتاة، عليك ان تفر ولا تعود ابدا. شكرا يا حجوج على النصيحة. وفعلا حاول يعمل بالنصيحة دي بس معرفش يهرب، وده لان المغول قفلوا على الطريق، تقريبا كانوا عاملين لجنة. وبعد كده بتكتمل الصورة الشيطان اللي بيقول انت دخلت الغرفة 207 وفعلت ذلك بكامل ارادتك. والله انا شايفة ان الاوضة رياكت انا فيها كل ده. وهنا بتظهر شيرين، شكلها غريب جدا وعينها كلها سودة. بعد كده بقى المشهد بيولع بهتلر وموسوليني ونيرون وهولاكو ونابليون. ده ايه الاوضه اللي لما سفاحين التاريخ دي؟ وبعد ما اتعمل من جمال بطاطس محمره واتظبط لقى اكرة الباب، فتح الباب وجري. طبعا هو مش لاقي اي تفسير للهلوسه اللي حصلت دي، بس الاكيد ان الاوضه دي مش طبيعيه والله اكيد. ورجع الاستقبال وقعد عادي جدا شويه، ولقى شيرين جايه من بره وكان معاها اكياس. ايه ده؟ طب ازاي هي راجعه واصلا ما طلعتش؟ يعني اللي انا حكيته كل اللي فات ده كان منطقي وجاي دلوقتي تدور على المنطقيه؟ المهم طلبت شيرين ان حد يساعدها في شيل الاكياس، فجمال طلب من مصطفى عامل اسانسير ان هو يساعدها، وطلع فعلا معاها مصطفى. بس عدى نص ساعه ومصطفى اتاخر، فجمال قرر ان هو يطلع يدور عليه، لقاه قاعد جنب الاوضه وعمال يعيط زي الاطفال. يا ترى هو شاف ايه؟ تاني يوم الساعه 9 الصبح جات شيرين محمود وجايه ومعاها شنطها. الله، هي مش موجوده في الفندق اصلا؟ بصوا ما تتلخبطوش، هنفهم كل حاجه دلوقتي. شيرين دلوقتي واقفه قدام الكاونتر وبتطلب غرفه 207، بس طبعا جمال ومصطفى بيكلموها بصيغه اللي هو مش فاهمين اي حاجه. يعني مثلا لما تقول لهم عايزه حد يوريني الاوضه يقولوا لها ايه ده؟ طب ما انت عارفاها اصلا. فكان كلامهم معاها مزيج من السخريه وعدم الفهم. المهم جمال قرر ان هو لازم يتاكد، فاتصل بعامله الغرف يقول لها شوفي غرفه 207 فيها حد ولا لا، وكمان جهزيها. اتصلت بيه وقالت له ان الغرفه فاضيه وما فيهاش اي حد وانها جاهزه. المهم ان في النهايه اليوم خلص، وطلع جمال اوضته واللي قضى فيها ليله من الكوابيس، افتكر فيها كل كلام مصطفى اللي حكاهوله في المره اللي هو لما كان طلع مع شيرين ولقوه بعد كده قاعد جنب الاوضه بيعيط زي الاطفال. مصطفى بيقول ان شكلها كان مرعب جدا، وش غير بشري، شعرها ملفوف زي اسلاك الكهرباء، كمان عينيها كانت بتطلع شرار، وجلدها اسود بلون الفحم. تاني يوم رجعت شيرين من جوله في البحر وقالت لهم ان هي عايزه عامل كهرباء علشان يصلح الكوبس اللي في الحمام. مصطفى بدا يقول لها طبعا هتبقي نفس الصوره في المرايه. قالت له مرايه ايه؟ انتوا مجانين؟ لو محدش طلع وصلح الكوبس هشتكيكم وهسيب الفندق. وطلعت اوضتها وسابتهم.
وشويه بعتوا لها عامل الكهربائي اللي اسمه الشبراوي. لما طلع الشبراوي الاوضه شويه واتصل بيهم وهو بيرتجف وخايف ومرعوب، بيقول لهم انه لما طلع لقى شيء مرميه على ارضيه الحمام بالكهرباء، لانها لما كانت بتاخد شاور بتجفف شعرها اتكهربت بسبب كبس الكهرباء، اتكهربت فماتت. طبعا اللي حصل ده بيفسر اللي شافه مصطفى. وبعد ما الشرطه مشيت بداوا كلهم يقعدوا مع بعض ويفكروا ايه تفسير اللي حصل ده. اللي حصل ان الاوضه كانت بتوريهم سيناريو كامل للي هيحصل لشيرين الحقيقيه من اول ما جت الفندق لحد ما ماتت فيه. هما في الاول كانوا فاكرينها بتستهبل، لكن دي ما كانتش الحقيقه، ده كان سيناريو مشهد كامل لكل اللي حصل لشيرين الحقيقيه لما جت حجزت الاوضه. واضح ان الاوضه دي اسرارها كتيره، بس دي كانت اول سر او اول قصه. خدوا نفس واشربوا حاجه، تعالوا يلا بسرعه نجري نسمع القصه التانية. لعب عيال. في يوم جت اسره للفندق. الاسره دي كانت مكونه من اب وام و3 اطفال وخالتهم. الاسره دي حجزت اوضتين 205 و207. طراز الاسره دي كان شبه طراز كل الاسر المصريه. الاب بدين ومرح وعنده شنب، والام رفيعه وعصبيه كأن الزوج بياكل اكلها، وعيال مزعجين ورخمين وقلبين الدنيا. والخالة ما تفرقش عن اختها، بس عصبية اكتر وشاحبة اللون اكتر. الخالة هتكون في اوضة 207 هي والبنت، لكن الاب والام والطفلين هيكونوا في اوضة 205. كلهم طلعوا الاوض ما عدا طفل واحد منهم فضل في اللوبي وقرب من تمثال وكان هيكسره. جمال قال له لو قربت من حاجة او كسرتها هكسر دماغك. عنيف قوي جمال ده. المهم والده نادى عليه وقال له تعالى يا اكمل، لكن من اللحظة دي قرر جمال يسميه انقص مضاد اكمل وكده. وعدى اليوم عادي، لكن بالليل على الساعة 11 واحد من النزلاء اتصل بجمال وبيشتكي من دوشة رهيبة جدا من أطفال في الدور بتاع الأوضة 207. طلع واحد من العمال وسكتهم ونزل، وجمال نسي الموضوع خالص ولا حطه في دماغه. شوية وسمع جمال دوشة ولقي الواد أنقص اللي هو أكمل يعني بيجري بيعيط وبيولول وحالته صعبة، وجري وراه يشوف ماله. ولما قرب منه مسكه ولقى الأب جه وقال له سيبني أنا هتولى الأمر. بس الولد كان بيبص باستنجاد لجمال. بصراحة جمال مركزش، هو كده بيفرح في أي حاجة بتحصل لأنقص. المهم رجع كمال للكاونتر مرة تانية، بس غفل ونام شوية وصحي على صوت أكمل أو أنقص يعني جنبيه، بس كانت عينه مذعورة وبيقول له عمو أنا خايف، دلوقتي بقى طفل يا حبيبي. واللي حكاه أنقص كان كالتالي: كان بيلعب هو واخواته لحد ما طلعت الخالة تزعق لهم وتقول للبنت لو ما جيتيش دلوقتي عشان تنامي مش هفتحلك وروحي نامي جنب امك. وطبعا علشان انقذ هو الاكبر والاجرأ والاكثر تجربة قال لهم انا عندي فكرة. انقذ ده في النهار استكشف غرفة الخالة وعرف جغرافيتها كويس جدا، وعرف ان في باب الاوضة دي عند البلكونة اللي هي اصلا كبيرة جدا. فقرر ان هو واخواته هيتسلقوا البلكونة دي وهيوصلوا ليها وهيدخلوا عشان يخوفوا الخالة شوية، لانها اصلا بتخاف من العفاريت وبتؤمن بيهم وعندها قصص كتير جدا في الموضوع ده. وفعلا تسللوا للغرفة وكان في المقدمة أنقص. والله تستاهل الاسم ده اللي هثبتهولك لآخر الحكاية. انت عيل رخم ياض. ايه ده؟ لما وصل أنقص لقى باب البلكونة موارب في مساحة تسمح لواحد بس يشوف. قعد يشوف شوية وبدأ ينتفض ولف لاخواته وقال لهم يلا نرجع بسرعة، وبدأ يعيط وانهار. سأله جمال شفت ايه؟ قال له شاف الخالة ان هي راكعة قدام كائن عملاق ليه خالب وجناح وطواط. هو ما شافش وشه لكن بيظن ان هو كان شيطان. حتى اضاءة الاوضه نفسها كانت غريبة، حتى الخالة شكلها كان غريب، عينها متسعة ومليئة بالتوحش وكانت راكعة قدامه وبتقدم فروض الولاء. فجأة لفت وشها وشافت أنقص وكشرت عن أنيابها اللي كانت شبه أنياب الذئب. وخلص أنقص الكلام وقعد يعيط مرة كمان. طبعا لو حد تاني غير جمال سمع القصة دي كان يقول عيل عبيط وتافه وما تسمعلهوش، لكن جمال عارف إن الأوضة دي أسرارها كتير. المهم كمل جمال وسأل الطفل وقال له قلت لابوك؟ قال له لا. قال له لان لو قلت له هيزعلي ويقول لي عيب يا ولد. وفعلا وهما بيتكلموا جه الاب وزعق لانقص وقال له اطلع اوضتك حالا. وفعلا طلع ووقف جمال يتكلم مع والد انقص وفهم منه ان الخاله هي اللي جننت العيال بقصص العفاريت دي، وانه بيشوفها ان هي مجنونه عشان سنجل وما اتجوزتش. عيب يا اسطى كده. وبتقول ان هي متجوزه جن وبيزورها كل شويه. ربنا يعينكم على المهلبيه اللي في دماغكم والله. ولما جمال قال له على الكلام اللي قاله له انقذ قال له ده خيال، ده كلام عيال، وان هي اللي زرعت في دماغهم الكلام ده كله. وخلصوا كلامهم على كده ومشي. وتاني يوم رجعت الاسره بشكل طبيعي جدا وطلعوا للشط، وكان معاهم كمان انقذ اللي رجع طفل طبيعي جدا رخم وزنان وبطل يصعب علينا اصلا. في الوقت ده جمال كان منهمك جدا في كتابه وعد الاوراق لحد ما فجاه لقى الخاله قدامه وبتبصله بصه متوحشه، بصه صعبه جدا، وقالت له بصوت يشبه الفحيح انا مش عارفه الولد ده قالك ايه، بس لو في كلمه طلعت لحد همزقك باسناني. وبالليل الاسره كلها طلعت، بس بص على المفاتيح لقى ان مفتاح غرفه 207 مش موجود. معنى ده ان لسه في حد من الغرف، معنى ده ان الخاله في الاوضه. المهم
قرر ان هو ياخد نفس الطريق اللي اخده اكمل او انقص، يعني ايهما اقرب، وطلع من نفس الطريق اللي وصفه له انقص، وطلع الشرفة وبدأ ان هو يشوف من نفس المكان اللي شاف منه انقص. ولما وصل هناك لقى الخالة والاب في الأوضة. يا انقص يا ابو انقص انت. وطبعا اكيد الأوضة هي السبب في كل اللي بيحصل ده. وبيقولنا جمال ما تحكوش القصة دي لحد لانه خايف انها ترجع، لانها كانت مرعبة جدا. متقلقش يا اسطى، سرك في بير، انا واخرون بس اللي عرفناه. هي المفروض ان القصه خلصت على كده. في المسلسل فيه تفاصيل اكتر اتضافت، بس زي ما احنا متفقين من الاول احنا بنحكي القصه وبس. اعتقد كتير مننا بيكون عنده فضول. الفضول ده اللي خلاك تسمع قصه النهارده، ودي تالت قصه معانا وهي فضول. وبيكلمنا جمال في القصه دي عن هدى، واحده من عاملات الغرف، واللي من عنوان القصه هي فعلا عندها فضول. فضول صعب جدا، يعني بمعنى صح أسرار الفندق كله عندها. من يومين وصل سايح بريطاني للفندق واختار غرفة 207. أهلا. الراجل ده كان يومه تقريبا منظم، ليه مواعيد منظمة ومحددة لكل حاجة في يومه. طلوع البحر، الفطار، الغداء، الخروج بالليل، كل حاجة منظمة ولها مواعيد. كمان كلامه كان قليل جدا وما يعرفوش عنه تقريبا أي حاجة. ومرة جمال شاف شاب مصري بيتكلم مع الراجل البريطاني ده، وكان بيتكلم معاه بحماس شديد جدا. ولما سأله جمال عن الشخص ده قال له ان هو كاتب بريطاني اسمه ارثر ماكي جريفن. ولما حكى جمال الكلام ده لهدى، فضولها خلاها تدخل الأوضة، وهي أثناء ما بتنظف الغرف دخلت الأوضة. لقيتها أوضة عادية جدا زي باقي الأوض، مفيهاش حاجة مختلفة، بس لقيت جنب السرير ورق ومفتاح. مسكت المفتاح وفتحت الدرج، واللي لقيت فيه صورة متقطعة أجزاء كتير جدا وبعض الورق. الصورة كانت لفتاة شقراء، والورق كان مكتوب عليه كلمة تترا جراماتون. هي معرفتش معناها، فاتصلت بجمال في الاستقبال وسألته على معنى الكلمة. قال لها ان هو كمان ما يعرفش معناها، وبعد كده طلب منها ان هي تخرج من الغرفة وتبطل فضول لانه هيوديها في داهية. هو فعلا بصراحة هيوديها في داهية. المهم شوية والخواجة مايكل اتصل بجمال وطلبوا عنده. لما وصل جمال عند الخواجة سأل الخواجة مزعلين هدى ليه يا جمال؟ قال له احنا ما عملناش اي حاجة، وهي فعلا قالت محدش عمل لي حاجة، انا عايزة امشي من الفندق ده وعايزة استقيل. وفعلا استقالت ومشيت من الفندق، بس حالتها كانت صعبة جدا. بس فكر جمال وقال ان اكيد السر في زفت الأوضة 207. المهم ان هو في نفس اليوم قابل السائح أرثر اللي هو ساكن في أوضة 207. بحس ان نص الانجليز كلهم اسمهم أرثر، مش عارفة ليه يعني. كمان سأله عن معنى كلمة تترا جراماتون، قال له ان هو قرأها في كتاب وهو بيقرأ كده. رد عليه وقال له ان هي كلمة بتخص الديانة اليهودية، وقال له ما تشغلش بالك بيها وسيبك من التفاصيل دي. شوية وجه الشاب المصري اللي كان بيتكلم مع الكاتب من شوية قلناه، وسأله جمال برضو عن معنى الكلمة، وقال له ان هي الكلمة السرية للرب في الديانة اليهودية، ومعناها سر محرم. شوية وانتشر في الفندق خبر ان هدى ماتت. الكل زعل عليها، بس جمال بدأ يفكر اكيد اللي حصل ليها كان السبب في أوضة 207، وانه اكيد حصل ليها تهديد هو اللي خلاها تهرب من الفندق. وعلشان يعرف جمال السر قرر ان هو يطلع الأوضة ويشوف هي شافت ايه. ولما فتح جمال الدرج وجد صورة ممزقة زي ما وصفت له بالظبط، بس الفرق هنا انها مش لفتاة شقراء، الصورة كانت لهدى. عارفة ان القصص بدأت تزداد غرابة، بس هو موضوع يستحق التفكير. ايه اول فكرة فكرت فيها دلوقتي؟ بس دلوقتي خلونا نكمل من القصص اللي حصلت في 207. قصة زوجان. بيعرفنا جمال على سارة مضيفة الاستقبال، اللي بيقول لنا ان هي بتركز في التفاصيل وبتعرف تفكر وبتستنتج وبتلاحظ حاجات مش الكل بياخد باله منها. وفي مرة دخل 2 عرسان جداد للفندق. طبعا سارة ما وقفتش ملاحظاتها، قالت له ان العروسة باين عليها ان هي مستهترة ومتغطرسة جدا، وباين عليها كمان ان هي مسيطرة على العريس جدا. ولما سألها عرفت منين، قالت له لو لاحظت ان كل الشنط باين عليها الطابع النسائي. كمان الشنطة اللي العريس نفسه ماسكها معدنية من اللي هي بتحط فيها الميك اب، معنى ده ان هي مسيطرة. لا يا بنت لماحة. المهم ان الزوج كان عصبي جدا، على حد وصف جمال بيقول انه يحمل طباع السيران. اما الزوجة كان على وشها ملامح من الغرور والغطرسة والعجرفة وكل حاجة وحشة. وبدأ جمال يملأ البيانات بتاع الزوجين. الزوج محمد السماحي 29 سنة، والزوجة مها الغندوري 24 سنة، والغرفة اللي اختاروها 207 بالظبط. بعد كده الزوج والزوجة طلعوا اوضتهم. بعد كده لاحظ جمال والعمال قطرات من الدم على السجادة في اللوبي. القطرات دي عاملة خيط انتهائه عند الاسانسير. المهم ان هم مركزوش في الموضوع قوي، قالوا اكيد حد اتعور وطلع اوضته يعالج الجرح بتاعه. المهم الموضوع عدى، لكن على الساعة 3 جت مكالمة من اوضة 207. الزوج بيطلب فيها كمية تلج كبيرة، ولما سألوا جمال عن السبب رفض يقول اي اسباب وطلب كمية التلج دي. وفعلا جمال وداله كمية التلج دي الأوضة، بس كان ملاحظ ان الأوضة دي بابها ما بيفتحش تقريبا، وان هو بيطلبوا الأكل وكل شوية بيطلبوا كمية تلج كبيرة. بس بعدها بساعتين على الساعة 5
واحد من النزلاء اتصل بجمال بيشتكي من ريحة كريهة جدا مالية الدور. المهم ان جمال طلب من احد العمال ان هو يطلع على الدور ده ويشوف في ايه. المهم طلع ونزل وقال له ان هو كان في ريحة بس راحت فجأة، وفضلوا على الوضع ده 3 ايام، كل شوية ناس من النزلاء يشتكوا من ريحة صعبة. المهم الموضوع بقى محير جدا لجمال، وبدأ ان هو يفكر. المهم ان هو افتكر اسم الزوجة مها الغندوري، اسم عيلتها فكروا ان هي عيلة مشهورة جدا في دمنهور، وهو ليه صاحب هناك. ولما اتصل جمال بصاحبه وقال له على اسمها، قال له انا عايز اعرف عنها تفاصيل اكتر. قال له ساعة وكلمني. وبعد ما قفل معاه لقي فجأة الزوج جايله وبيقول له عايز اقرب صيدلية بتبيع فورمالين. قال له مش عارف بس ليه. قال له مالكش دعوة، وسابه وجري. شوية وبدأ الناس في الفندق تشتكي مرة كمان. نزلاء كتير بدأوا يتصلوا بجمال ويشتكوا من ريحة كريهة جدا في الدور. واحد من النزلاء قال ان الريحة طالعة من أوضة 207، وانهم لما خبطوا على الباب رفضت النازلة انها تفتح الباب لحد ما جوزها ما يجي. فقرر جمال ان هو يطلع علشان يعرف في ايه. ولما طلع وخبط على الباب ردت عليه بصوت ضعيف جدا وقالت له ان هي مش هتفتح الا لما جوزها يجي. وطبعا قصاد وضع زي ده انهم مستحيل يفتحوا الغرفة وان هم مستحيل يقتحموها، نزل جمال للاستقبال مرة تانية، بس كان مقرر ان هو لازم يكلم الخواجة علشان يقول له يعمل ايه في المشكلة دي. بس افتكر ان عدى الوقت اللي صاحبه قال له عليه، واتصل بيه مرة تانية. صاحبه قال له انه مفيش حد بالاسم ده في العيلة، او بمعنى اصح مبقاش في حد في العيلة بالاسم ده. قال له ان مها الغندورة دي ماتت. مها كانت فتاة مدللة جدا في أسرتها، لكن أهلها أجبروها إن هي تتجوز واحد ده لأنه عريس لقطة في نظرهم. ولما قرب ميعاد الفرح قررت مها دي إن هي تنتحر علشان مش عايزة الجوازة دي. بعد ما كانوا خلاص حجزوا الفرح وحجزوا الفندق، جمال قفل معاه وطلع جري هو والعمال على أوضة 207. وفعلا فتحوها ملقوش فيها أي حد، بس لقوا جثة قربت من التعفن. وهنا جمال عرف اللي حصل. العروسة لما ماتت وانتحرت، العريس ما كانش مصدق ورفض يصدق كل ده، وجابها معاه لحد الفندق، جاب جثتها يعني. ورغم محاولاته على الحفاظ على الجثة بالتلج إلا إن ده كل ده فشل، وفعلا اتحللت. وطبعا ده بيفسر نقط الدم اللي هما لقيوها كانت جثتها. وبكده دي القصة دي انتهت. شكلكم تعبتوا شوية بقول نتفرج على التلفزيون، بس هو تلفزيون مختلف حبة، تلفزيون بيعرض الواقع، تلفزيون الواقع. القصة بتبدأ بسليمان الكهربائي اللي كل شوية بيجيله اتصال من أوضة 207 من عطل في التلفزيون، طبعا اللي هو أصلا مش موجود فيها. يعني هما محطوش أصلا تلفزيون في أوضة 207، بس يا عزيزي دي 207 يعني صدق منها كل حاجة. ولما طلع لهم لقى مفيش أي حاجة ونزل تاني شوية، واتصلوا بالاستقبال مرة تانية وقالوا التلفزيون ده خربان وتعالوا خدوه. دقيقتين واتصلوا مرة كمان وقالوا لا لا احنا عايزينه خلوه. انتوا مجانين والله، انت حلال فيكم اللي هتعملوا فيكم من الأوضة بصراحة. شوية لما جمال قرب يخلص الشيفت ظهر الزوج اللي موجود في 207. الأوضة دي فيها زوجان، الاتنين في سن 40 سنة تقريبا، شكلهم عادي جدا، ما يبانش ان في اي سسبنس ممكن يحصل معاهم في الأوضة. المهم ان الزوج قال لجمال ان في ضرفة للدولاب بتفتح لوحدها. قال له خلاص ماشي ممكن نبعت النجار نصلحها. طبعا هي مش النجار، هي المشكلة ان الأوضة بس حبت تهزر معاهم سيكا. اما لو عرفت ان اصلا مفيش تلفزيون عندكم. المهم ان المشاهد اللي بيعرضها التلفزيون مشاهد غريبة جدا، لقطات لحياته هو وزوجته. المهم طلع معاهم جمال وبدأ ان هو يفحص التلفزيون، ولأنه هو طبيعي جدا مفيهوش اي مشاكل وبيعرض برامج عادية جدا وتافهة وساذجة. المهم دخلت الزوجة وهي متعصبة جدا جدا وقالت ان هي شاكة ان في حد بيتلصص عليهم، وان ده نوع من التلصص والابتزاز. هنا جمال قال لها ان مستحيل هم يعملوا كده، وان ده اتهام بدون دليل. يعني مين اصلا هيصور حياتهم؟ ده انتوا حياتكم هي مثيرة، بس مثيرة للشفقة عشان تتصور اصلا. المهم ان جمال طلع من الاوضة لحقوا الزوج وقال له احنا مش بنتهمكم بالتلصص، ده لان المشاهد اللي بتتعرض مشاهد لينا واحنا في القاهرة لزوجته ايام الخطوبة وايام ما هي كانت في الشغل. المهم ان هو عايز يعرف ايه تفسير ده. كمان قال له ان المشاهد دي بتظهر ليه هو بس، لانها بتختفي اول ما تظهر الزوجة. سابوا جمال وشوية وجات الزوجة لجمال وتقول له ان في مشاهد برضو بتظهر ليها هي لوحدها على التلفزيون. المشاهد دي لزوجها بيقول فيها ان هو عنده شقة في المعادي وبيسحب بالتوكيل بتاعها فلوس بيصرفها على واحدة اسمها كاميليا، وبرضه لما الزوج بيدخل الأوضة المشاهد دي بتقف. المهم جمال عرض عليها وقال لها احنا ممكن نشيل لكم التلفزيون نبدله لكم خالص او نغير لكم الأوضة من اصل، لكن هي قالت له لا احنا عايزين التلفزيون ومش هنغير الأوضة. وقالت له ان دايما دراما الواقع هي الامتع دائما. والله صدقتي ده احنا في فيلم رعب. شوية وبدأت الناس تشتكي من صوتهم، خناقات وزعيق كتير جدا، كل واحد فيهم عايز يتفرج على التلفزيون لوحده. طبعا الناس كانت بتستهيفهم، الناس العبيطة دي ما يتفرجوا مع بعض ولا يتفقوا. المهم ان الناس كانت بتروح تسلك ما بينهم وتهديهم، واخدوا الزوج طلعوه بره شوية.
اول ما هما طلعوا من هنا قفلت في وشهم الباب وفتحت التلفزيون وقعدت تتفرج. شويه والزوج رجع تاني ورجعت الخناقات مرة تانية وبرضه الناس بتشتكي من الصوت. راح جمال خلى مجموعة من العمال تطلع تهديهم، راحوا شتموهم وزعقوا لهم وسمعوهم ان هما بيتهموا بعض ان هي بتخونه وان هو بيصرف فلوسها وان هو عايز يقتلها كمان ويورثها. القصة هنا واضحة، كل من الزوجين عنده اسراره، اوضه بتفشي الاسرار دي. المهم ان في حد فيهم هيقتل التاني، فجمال قرر ان هو لازم يلاقي حل للموضوع ده. علشان كده قرر جمال ان هو يقول لسليمان عامل الكهرباء ان هو يفصل الكهرباء تماما عن الاوضه الليله دي علشان يحمي الزوجين دول اللي يقتلوا بعض. وفعلا طلع سليمان. شويه وافتكر جمال حاجه مهمه جدا وطلع وراه، لقى متكهرب وماسك في بوكس الكهرباء، حاول ينقذه وفصله بخشبه، ومن وراه ظهر الزوجين وهم مبسوطين وفرحانين وكأن ما حصلش اي حاجه خالص. وقالوا لجمال احنا ماشيين بكره يبقى جهز لنا الحساب. قال لهم والتلفزيون والمشاهد اللي بتظهر عليه؟ قالوا تلفزيون ايه، احنا ما عندناش تلفزيون اصلا في اوضتنا. كده من الواضح ان الاوضه عملت الخيالات دي كلها علشان سليمان، عايزه تموته. والله سليمان يعني ملوش ذنب في الموضوع ده كله. بمناسبة سليمان يعني وانا بقرا الجزء ده في القصه ولما كمال كان بيقومه افتكرت الكوميك بتاع يا سليمان بالله عليك قوم يا سليمان، اللي هو هحط لكم هنا يعني. المهم دلوقتي انا مش هحكي كل القصص، هنلاقي بعض القصص اللي هحكيها وقصص لا، وده لاني مش عايزه اطول مده الفيديو اكتر من كده، بالاضافه ان انا عايزاكم تتشجعوا وتقراوا القصه. بس دلوقتي هنحكي قصه تجربه ليا، والتجربه دي مش زي اي تجربه خالص، تجربة من نوع مختلف. في سنة 1966 ظهر واحد صحفي اسمه عبد الظاهر خليفة. الشخص ده كان مهتم جدا بأخبار 207 لأنه سمع قصص كتير من ناس كتير، كمان اهتمامه زاد أكتر لأن هو في مجلة العدسة اللي هي أصلا مجلة بتهتم بالقصص دي، وحدوته زي دي هتزود الريتش قوي عندهم. المهم ان هو جه الفندق وطلب اوضه 207، وبدا ان هو يسال جمال شويه اسئله. يعني مثلا ساله قال له هي الاوضه دي فيها عفاريت؟ راح جمال قال له ما عفريتها اللي بني ادم. ساله كمان ان كان في اي حاجات غريبه بتحصل في الاوضه؟ راح جمال قال له لا مفيش اي حاجات غريبه ومحدش بيشتكي من حاجه. وطبعا جمال كان لازم يقول كده لانه لو كان اتكلم وقال اي معلومات كان هيتفصل تماما من الفندق ومش هيستفاد اي حاجه خالص. المهم ان هو خد الاوضه والدنيا تمام جدا. المهم بعدها بيوم جه الصحفي ومعاه 3 زمايله وطلبوا ان هم يقابلوا الخواجه مايكل صاحب الفندق، وفعلا راحوا قابلوه. شويه والخواجه مايكل طلب جمال وقال له ان الصحفي ده وزمايله عايزك تساعدهم وتلبي لهم اي حاجه وتقعد معاهم النهارده كمان في الاوضه. قال له ازاي يا خواجه؟ قال له ان هم بيقولوا ان في حاجات غريبه بتحصل في الاوضه واحنا عايزين نثبت لهم ان مفيش اي حاجه بتحصل، ودي نوع من الدعايه المجانيه للاوضه. راح جمال قال له بلاش ده ممكن يسوء سمعه الفندق. قال له لا انا شايف ان هي تكون دعايه مجانيه كويسه. كمان كمل الخواجه وقال له ان هم معاهم كاميرا وجهاز تسجيل ويعملوا تجربه مختلفه شويه، تجربه تحضير ارواح. هنا وانا بقرا الجزء ده جالي سؤال، هو جمال ليه مكمل في الفندق ده اصلا؟ يعني اللي هو ما تعتزل ما يؤذيك يا اسطى، يعني لا بجد. المهم لقيت الإجابة، يعني هو الإجابة زي ما احنا بالظبط مكملين في الكلية رغم المرمطة اللي احنا بنشوفها. يعني الظاهر الواحد بيحب الحاجة اللي بتزهقه يعني أو بتخنقه، نحن نعشق المعاناة. المهم طلع جمال واستناهم بره لحد ما جم وراه 3 ومعاهم واحد رابع اسمه دكتور مدكور خبير روحاني. المهم طلعوا كلهم الأوضة وبدأوا إن هما يتفرجوا عليها، وفتح لهم جمال الشباك شوية وقال الخبير الروحاني لازم نقفل الشباك، وبدأوا إن هما يجهزوا للتجربة بتاعتهم. فتحوا جهاز التسجيل وبدأ الدكتور مدكور ده ان هو يقعد ويقول عبارات غريبة جدا، وشوية وبدأ يتكلم ويقول انا حاسس بوجودكم، لو موجودين ادوني اشارة. شوية سمعوا صوت الضرفة بتاعة الدولاب. المهم شوية واحد من الموجودين مسك منديل وغطى بيه راس الدكتور مدكور ده، وشوية والشخص ده بدأ يسأل الدكتور مدكور على انه وسيط للأوضة، يعني الأوضة بتجاوب من خلاله. المهم كل ما يسأل الأوضة حاجة مش راضي يجاوب، يعني مثلا ايه سبب تواجدك هنا؟ حد السبب في التواجد ده؟ روح اتقتلت هنا مثلا؟ كل ما يسأله سؤال ما تجاوبش الأوضة نهائي. المهم واحد منهم طلع برطمانين وحطهم على الترابيزة وفتحهم. المهم قال الأوضة ان هي تحط أي دليل في البرطمانات دي، الأوضة جاية تحلل. وفعلا بدأت تظهر هالة فسفورية عاملة زي السحابة وبدأت تتجمع كريستالاتها في البرطمانات دي. المهم كملوا أسئلة تاني في الأوضة وبرضه مش راضية تجاوب، وقالت لهم إن هي مش هتجاوب على أي حاجة لأن في حد في الأوضة دي ملوث وملعون. شوية وبدأ جمال يحس بأن المادة الخضراء دي موجودة على كتافه. راحت الأوضة قالت هو دلوقتي حس بنفسه، هو ده الملعون. بعد كده الأوضة قالت لهم لو ما قتلتهوش هنتقم منكم كلكم. طبعا جمال اتخض وقلب الدنيا وقال لهم دي اكيد ده هلاوس، اكيد الراجل ده بيتكلم بارادته، ورفع عنه المنديل ويا ريته ما رفع. شاف شكله غريب جدا وعينيه عباره عن فجوات مفيش عينين اصلا. المهم صرخوا كلهم فيه وقالوا انت كده هتموتنا، وهجموا عليه وبداوا ان هم يخنقوه ويموتوه، وفقد الوعي. الصبح فاق
بس لقي نفسه على ارضيه اوضه 207، والاوضه فاضيه تماما ما فيهاش اي حد، ولقي برضو الماده الخضراء موجوده على لبسه. ولما نزل الاستقبال وسال زميلته ايه اللي حصل، قالت له انت شكلك اتجننت او بتشرب حاجه. قال لها ليه؟ قالت له ان الناس طول الليل سامعينه ماشي في الدور بتاع الاوضه 207 وبيكلم نفسه. بالاضافه لده لما سالها عن الناس اللي كانوا في اوضه 207، قالت له ان الصحفي وزمايله مشوا من امبارح اصلا. قال لها ازاي؟ ومن انا كنت مع مين؟ قالت له ان الخواجه اصلا رفض التجربه، لان جمال لما طلع من مكتب الخواجه فكر مره تانية، قال ان هو رفض التجربه دي ورافض ان ده كله يحصل. فاتخانقوا، فقرر الصحفي ان هو يسيب لهم الفندق اصلا ويمشي. معنى ده ان الاوضه كانت بتلعب مع جمال، خلته تسليه الليله دي. بصراحه جمال بعد الليله دي لازم يقول الحقونا الحقونا بجد. ومع توالي قصص الأوضة بنلاقي قصص زي شيء ما، عطر وقلادة وساعة حائط. بس احنا لازم نوصل لخط النهاية، بنوصل لآخر فصل من الحكاية، أو يمكن هو أول فصل. في الفصل ده جمال في سن ال70، هو الوحيد اللي باقي في الفندق. أجيال كتيرة راحت عدت وراحت على الفندق، وكل مشي، حتى الخواجة مايكل نفسه ساب الفندق ومشي، وهو الوحيد اللي لسه موجود، وهو الوحيد اللي عارف سر أوضة 207. بس مع تواجد أجيال جديدة في الفندق، في برضه حكايات جديدة لأوضة 207. واحدة من الحوادث اللي حصلت في أوضة 207 لفتى من الصعيد اسمه علي، بيشتغل في الفندق. شاب كله بيشهد له بأنه هو مفعم بالتفاؤل والحيوية والنشاط. كان في الاستقبال لما حد اتصل عليه من أوضة 207 عايزينه في مشكلة. لما طلع لهم شوية واتأخر، لما فتحوا الدفاتر اكتشفوا ان مفيش نزلاء اصلا في 207. لما طلعوا الأوضة يشوفوا ايه اللي حصل له، لقيوه مشنوق متعلق في حديدة في سقف الأوضة وميت. وطبعا الشرطة ما وصلتش لأي حاجة. وهنا قرر جمال ان هو يحكي لهم كل حاجة عن الأوضة. ولما حكى لهم قرر الشباب ان هم لازم يقضوا على الأوضة دي، لازم يعملوا اي حاجة، كفاية كده. والشباب دول كانوا 3، رامي وصلاح وعزة. قرر رامي وصلاح ان هم ياخدوا انبوبتين بوتاجاز، هيحطوهم في الأوضة، يفتحوا الغاز ويقفلوا كل الشبابيك، ويحطوا شمعة علشان الأوضة تنفجر وتتهد سقفها. بس هيحاولوا يخلوا ان مفيش اي اذى يجي لباقي الغرف. وفعلا جابوا الانابيب وطلعوا أوضة 207، رامي وصلاح، وسابوا عزة تقعد في الاستقبال جنب جمال. بعد ما طلعوا شوية وجت اتصل لعزة، هما الاتنين بيقولوا لها في مشكلة تعالي عايزينك ضروري. بعد ما طلعت بدأ جمال يفكر ويفتكر كل تفاصيل الأوضة اللي عدت عليه، ويفتكر مصطفى وعم مينا وكل حاجة حصلت. وفجأة جات له مكالمة من 208، النزيل فيها بيقول انه بيشتكي ان شامم ريحة غاز قوية جدا. المهم طلع جمال وهو شايف بالعافية، لان مع تقدم السن عينيه تقريبا راحت خالص. هو ونزيل 208 بدأ ان هما يكسروا الأوضة علشان يدخلوا ويشوفوا في ايه. ودخلوا جوه لقوا ان الولدين مرميين في الارض وتقريبا فاقدين الوعي، وبرضه البنت نايمه على السرير وفاقده الوعي، وعلى راس كل واحد فيهم شمعة. المهم اطمنوا عليهم ولقوا ان هم لسه عايشين. المهم الجمال قال للنزيل خدهم واطمن عليهم بره، وقفل الأوضة على نفسه وقفل كل الشبابيك وفضل لوحده في الأوضة. وبدأ ان هو يقول انا لوحدي هنا، اعملي اللي انت عايزاه. وبدأت الأوضة تقول له احنا مش عايزين نأذيك. وبدأت تقول له سرها، ان الأوضة دي اصلا هي فجوة بتفتح على عالم من الجحيم ملوش وصف. والجحيم ده موجود في زجاج المراية اللي موجودة في الأوضة. علشان كده ما بتغيرش أي حاجة في الأوضة، لأن أي تجديدات أو تصليحات بتحصل المراية بترجع زي ما هي. المهم جمال بدأ إن هو ياخد مجموعة من الورق وكتب فيها قصته كلها وكل الحدوتة اللي احنا حكيناها من شوية، وحط الورق ده في ظرف ورماه من الشباك. وقرر ان هو لازم يضحي بنفسه. الاوضه دي مش هيخلص خطرها الا لما حد يضحي بنفسه. قفل الشبابيك وولع شمعه وشغل الغاز، وقرر ان هو يضحي بنفسه لان السبب تاني بيشوف ان الاوضه دي هي ممكن تكون وليده عقله، وبانتهائه هتنتهي قصه 207. هنا قصه الروايه. وانا بكتب هقول ايه في الاخر ما كنتش عارفه اكتب ايه او اوصف ايه. حقيقي مشاعر كتير ما بين اني حبيت القصه جدا وحبيت احداثها، وما بين ان النهايه ما اشبعتش فضولي قوي. كنت عايزه نهايه حقيقيه، تفسير واقعي. يمكن النهايه الواقعيه تتحقق في المسلسل، برضو مش عارفه. بس اللي عارفاه ومتاكده منه ان هو عمل ادبي رائع لكاتب بحبه جدا، احمد خالد توفيق. وبفرح جدا لما بشوف اي عمل ادبي ليه او اي روايه ليه بتتقدم كعمل تلفزيوني، يمكن ناس ما تعرفوش تعرفه وتقرا له وتعرف ازاي احنا بنحبه جدا. كمان بشوف ان فكره اوضه في فندق يعدي عليها ناس كتير جدا وقصص كتير جدا فكرة مثيرة جدا للتفكير. كمان هي مادة خام لقصص وروايات كتير جدا زي ما قلنا في الأول. لو جيت ألخص التجربة بشكل عام أقدر أقول إن هي تجربة لذيذة جدا، خصوصا لو قرأت رواية وبدأت تتفرج على الأحداث في المسلسل. هتحس إن الشخصيات اللي أنت كنت بتقرأهم بقى قدامك لحم ودم. بس طبعا في اختلافات كتير بين الرواية والمسلسل. أنا بشوف إن هم اقتبسوا من الرواية، مش واخدين كل الأحداث وضايفين أبعاد كتير جدا للشخصيات. أنا مش هقول رأيي في المسلسل، بس هسيبكم انتوا تقولوا وتشاركوني برأيكم في الكومنتس. ودلوقتي أقدر أقول لكم استنوني في حلقة جديدة من كتاب من الآخر. ولو عايزين تتابعوا فيديوهاتي القصيرة اللي هي من ريفيو على السريع هتلاقوها على الفيسبوك وهتلاقوها على اليوتيوب وهتلاقوها على الانستجرام كمان. وكنت مع كتاب من الآخر. سلام.